يدخل المنتخب الوطني اختبارا صعبا أمام نظيره الغيني في 9 مساء اليوم الأربعاء على ملعب مراكش الكبير بالمغرب، في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم المقرر انطلاقها العام المقبل في كوت ديفوار. يدخل المنتخبان مباراة اليوم بمعنويات ودوافع كبيرة، بعدما احتلن صدارة ووصافة المجموعة على الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وتعادل لكل منهما، ويفصلهما عن التأهل رسميا لبطولة الأمم 2024 نقطة وحيدة، حيث يكفى التعادل لتواجد المنتخبان في العرس الأفريقي. ويسعى فيتوريا لتأكيد وصول المنتخب إلى بطولة الأمم الأفريقية من بوابة غينيا، وعدم الانتظار للجولة الأخيرة حينما يستضيف الفراعنة المنتخب الأثيوبي في الجولة السادسة بالقاهرة، ويكفى المنتخب التعادل للوصول رسميا للبطولة، لكن فيتوريا يستهدف الفوز لتحسين تنصيف المنتخب قبل إجراء قرعة تصفيات كأس العالم 2026. وتضم قائمة المنتخب مصر 28 لاعبا هم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد وعلى جبر وأحمد سيد زيزو وعمري مرموش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، مصطفى فتحي، أحمد ياسر ريان وهشام صلاح، أحمد رمضان بكهام، محمود مرعي، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، بعد انضمام لاعبو الأهلي 9 للمعسكر وهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وأحمد عبد القادر ومحمود عبد المنعم كهرباء. وكانت التجربة الأولى المدرب البرتغالي مع منتخب مصر رويا فيتوريا أمام كل من النيجر وليبيريا والفوز في المباريات الودية ب3 أهداف دون رد على ستاد الإسكندرية سبتمبر الماضية. بينما كان الاختبار الودي الثالث أمام منتخب بلجيكا في نوفمبر العام الماضي في مباراة لعبت في الكويت، وانتهت بفوز المنتخب الوطني بثنائية مقابل هدف. وجاءت أولى المباريات الرسمية أمام منتخب ملاوي ضمن مباريات الجولة الثالثة على ستاد الدفاع الجوي الأسبوع الماضي، وحقق المنتخب الفوز بثنائية ثم الفوز ضمن مباريات الجولة الرابعة برباعية دون رد. وينحاز التاريخ للمنتخب الوطني في المواجهات المباشرة أمام غينيا، وتعد مباراة اليوم بين منتخبي مصر وغينيا هي 11 في تاريخ المواجهات، فلقد التقى المنتخبان 10 مرات، فاز الفراعنة 5 مرات وانتهت 3 مباريات بالتعادل، وفاز منتخب غينيا مرتين، وسجل منتخب مصر 23 هدفا بينما سجل منتخب غينيا 19 هدفا. آخر تلك المباريات كانت في تصفيات هذه النسحة، ووقتها حقق منتخب مصر فوزا هاما على المنتخب الغيني على أرضية ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا، وسجل مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الهدف الوحيد في الدقيقة 87 من عمر المباراة بعد مشاركته في الدقيقة 65 على حساب أحمد سيد زيزو. ومن المتوقع أن يبدأ فيتوريا مباراة غينيا اليوم في تصفيات أفريقيا بخطة متوازنة تتكون من رباعي في خط الدفاع و3 لاعبين في الوسط وثلاثي هجومي، على أن يبدأ الشناوي في حراسة المرمى، أحمد فتوح ظهير أيسر، ومحمد هاني ظهير أيمن، ومحمد عبد المنعم وعلى جبر في قلب الدفاع، وفي الوسط الثلاثي محمود حمادة وحمدي فتحي وأحمد سيد زيزو، وفي الهجوم محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد. ووصلت بعثة المنتخب التي يرأسها خالد الدرندلي إلى المغرب مساء الاثنين الماضي، وهو الموعد الذي أبدى فيتوريا انزعاجه منه بعد تحديد موعد 14 من يونيو لمواجهة غينيا، مبررا ذلك لاعتراض بإقامة المواجهة بعد 48 ساعة فقط من بداية التوقف الدولي بشكل رسمي، وكذلك ارتباط لاعبو الأهلي بمباراة مصيرية أمام الوداد قبل مباراة المنتخب الرسمية ب3 أيام فقط أيضا.